السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم عندنا على الصبار اللي هو المتمدد زي ما احنا شايفينه. هو طبعا بيسموه صبار متمدد أو إسرائيلي. ده بنلاقيه موجود أكتر ومنتشر عندي في المناطق الصحراوية، وسواء القرى السياحية سواء في شرم الشيخ أو الغردقة. طبعا هو عندي بينمو بشكل أفقي، فبيبدأ إن هو يغطي لي أكبر مساحة عندي من المنطقة اللي أنا عاوز أزرعه فيها. لان هو اصلا بيتحمل عندي الحراره وبيتحمل عندي الرطوبه وبيتحمل عندي نقص الميه. طبعا هو مستديم الخضره موجود عندي على طول. بيبدا يظهر عندي الزهره لونها يعني لونها احمر زي ما احنا شايفين كده. طبعا لما بيكون منتشر موجود عندي بشكل افقي طبعا بيكون النمو مختلف طبعا، والشكل الجمالي حتى بيكون مختلف. طبعا هو كده الشكل احنا هو مزروع في كذا قصيص، فطبعا الشكل مش باين قوي. اول ما يبدا ان هو ينزل في التربه خصوصا لو كمان ارض صحراويه هيبدا يبان كمان الكونتراست او التضاد في اللون مع اللون الاخضر مع اللون الاصفر، طبعا هيدينا شكل ممتاز. الخدمه عندي بتكون سهله، هو ما بيحتاجش ري كتير، وعشان كده هو بيتزرع في الاماكن اللي هي الصحراويه دي. عندي النبات عندي ان احنا ممكن نعمل ان احنا ناخد منه عقل كده، ان احنا بناخد الافرع زي ما موجوده كده، وبنبدا ناخد كل فرع وبنبدا ان احنا نزرعه لحد ما يقدر، وبعد كده بيدينا نبات جديد. يعني الخدمه عندي بتكون سهله، والسعر حتى بتاع النبات عندي بيكون سهل، وطريقه اكسار النبات عندي بردك مش صعبه، طريقه سهله جدا. شكرا.